جبنا المصحف عشان خاطر عايزكم تفتحوا سورة البقرة آية رقم 185. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني ايه الكلام ده بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى من علينا ان احنا بدأنا في شهر رمضان وبدأنا ان احنا نصوم ونقيم الليل ونقرأ القرآن. فاحنا لما يجي اخر رمضان ربنا فكرنا ليه دايما بنروح نصلي العيد نقعد نقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. عمرنا ما فكرنا احنا ليه بنقول الكلام ده كله. ولكن من كام سنة بدأت ان انا فعلا اسأل نفسي السؤال ده، وسؤال بصراحة كان مراودني قوي لحد ما عديت على سورة البقرة وبدأت ان انا اقرأ الآية دي ولقيت ان هي في الاخر ولتكملوا العدة. يعني ايه ولتكملوا العدة؟ يعني انتوا تخلصوا شهر رمضان كله صيام وطلعنا الزكاة، ما تنسوش تطلعوا الزكاة، وقراءة القرآن وقيام الليل، ولتكبروا الله على ما هداكم. بنبدأ ان احنا نكبر ربنا ان هو من علينا برمضان عشان يغفر لنا ذنوبنا كلها، وان احنا نقاوم نفسنا ونقاوم الشياطين ولعلكم تشكرون. فدي احنا بنشكر ربنا. فبيكون الشيطان اصلا متسلسل عارفين، بس بيكون في غيظه جدا ان ربنا برضو بيمن علينا بالحاجات دي وان احنا بنقضي على نفسنا وبنعمل ده كله. في نفس الكلام ده وفي نفس الموقف برضو الشيخ النهارده في التراويح قالها، وهو في الحج. لما بتيجي في الحج في يوم عرفة يوم 9 بيبدأ الحجاج كلهم بيطلعوا يوم عرفة ويبدأوا ان هم يقعدوا يدعوا ربنا سبحانه وتعالى، ويبقى الشيطان متغاظ جدا وهيموت غيظا لان ربنا سبحانه وتعالى فيما معناه في الحديث اللي هو بيغفر لعباده كلهم ان هم انتوا اتيتوني شعظا غربا فقد غفرت لكم. فيبدا الشيطان يبقى متعصب جدا وازاي ان ربنا يغفر لهم كل ده. فيجي تاني يوم اللي هو يوم 10 يبداوا برمي الجمرات، فيبداوا هم بيرموا الجمرات يقولوا ايه؟ الله اكبر في اول رميه، وثاني رميه الله اكبر. فبيبدا ان ربنا سبحانه وتعالى وتجربه ربنا دايما بتتبع بالغفران. يعني ما خدنا رمضان والحمد لله ربنا يكتبنا من العتقاء من النار وربنا يغفر لنا، فيبدا ان احنا بنحمد ربنا بنكبره. كذلك في الحج ان ربنا بيغفر لنا وان احنا رحنا الحج وربنا يرزقنا كلنا، وان احنا دفعنا كل حاجه ورحنا وبدانا ان احنا نأدي مناسك الحج، فبدأنا ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لنا، فبنبدأ ان احنا نشكر ربنا بالتكبير والتحميد. فعشان كده هي دي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني ايه؟ يعني انت حضرتك كده في العيد ما تقولش هو ليه العيد لازم اصحى الساعه 6 الصبح لازم اروح اصلي العيد. اصلي العيد ووزع عيديات ووزع هدايا وجيب شوكولاتات وحاجات ووزعها على كل الناس، واي حاجه في مدارك ان تسعد الاخرين اسعدها. تاخد بنيه اسعاد الاخرين اللي هو اسعاد المسلمين، ويبدا برضو تاخد بنيه ان انت تعظم شعائر الله، ان انت بتفرح بالعيد. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندنا عيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى. فتقعد تتبسط في الهابي نيو يير والنيو يير والكلام ده والفاير وركس اللي بتطلع في بالليل وما بتنامش بالليل عشان تتفرج على كل اللي بيحصل في النيو يير، لما برضو ما تنامش وتروح برضو العيد وتصلي عشان تعظم شعائر الله وتبدا انك تاخد حسنات من غير اي حاجه ومن غير اي تعب، وعشان تفتكر انه من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. طبعا ما قلناش الانترو في الاول وطبعا انتوا عارفينها، فاحنا هنقول الاوترو او النهايه. وشكرا انكم وصلتوا لحد هنا واستفدتوا ب1%، وحاولوا تشيروا الفيديو ده لاي حد عشان يعظم شعائر ربنا ويشوف الربط ما بين التكبير والتحميد بغفران ربنا. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. وأظهروا السرور في العيد، فللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه الرحمن. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.